ايه الفرق بين الفرونت اند والباك اند؟ دلوقتي لما بيجي اي حد يدخل على التخصص ويبدا ان هو خلاص هيستقر ويبدا ان هو يشوف الويب، فبيلاقي فيه طريقين، طريق الفرونت اند وطريق الباك اند، فمبيبقاش عارف هو هيبدا من ايه بالظبط. وفي الفيديو ده نشرح كل حاجه عن الفرونت اند وعن الباك اند. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم، انا محمد القاضي، دي قناة شفرة بلس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو. شير الفيديو ده مع الناس اللي محتارين يدخلوا فرونت اند ولا يدخلوا باك اند. حضر قهوتك وجهز قلمك وكشكولك ويلا بينا نبدأ. ودي سلسلة جديدة اسمها المتفرقات، وهي بتتكلم عن المتفرقات، يعني ايه الفرق بين كذا وايه الفرق بين كذا. فاحنا هنبدأ نوضح الحاجتين بطريقة سهلة وبسيطة. فتعالى دلوقتي نعرف يعني ايه فرونت اند ويعني ايه باك اند، وتعالى نفهم كل حاجة بالتفصيل عن الاتنين دول. تعالى دلوقتي نعرف ان الويب عبارة عن حاجتين، الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية. يعني لما بتيجي تشوف موقع بتشوف الألوان والأزرار وتشوف القائمة الرئيسية وتشوف القائمة الجانبية وتشوف كل حاجة في الموقع. الحاجات اللي انت شايفها دي كلها اسمها الواجهة الأمامية أو الفرونت اند، واللي بيعملها الفرونت اند ديفلوبر. فالفكره كلها ان في حاجه تانية اسمها الواجهه الخلفيه، انت كيوزر ما بتشوفهاش. فانت عشان تعمل تسجيل دخول في موقع، فانت ما بتشوفش ايه الحاجات اللي بتحصل ورا تسجيل الدخول، لان الباك اند بيبدا يتواصل مع الفرونت اند ويبدا يعرض لك النتيجه على الشاشه. فانت لما بتيجي دلوقتي ان انت تعمل حاجه، هي بتاخد الخطوات بتاعتها في الواجهه الخلفيه اللي هي الباك اند، بيبدا ان هو تحصل العمليه بتاعتها وتبدا ان هي تتعرض لك قدامك في الفرونت اند. يعني ايه الواجهه الاماميه ويعني ايه الواجهه الخلفيه؟ الواجهه الاماميه يعني الفرونت اند، والواجهه الخلفيه يعني الباك اند. مش محتاجة حاجة يعني. تعالى دلوقتي نبدا بالواجهه الاماميه اللي هو الفرونت اند، واللي مسؤول عنها الفرونت اند ديفلوبر. دلوقتي لو انت فاتح اليوتيوب فهتشوف الهيكل والشكل بتاع اليوتيوب، وهتلاقي ان اللون الاساسي بتاعه الاحمر. ولما تيجي مثلا تدخل على فيديو هتلاقي الفيديو بيشتغل معاك والدقائق بتاعه الفيديو بتبدا تعد معاك. كمان ان انت لما تيجي تدخل على الفيديو هتلاقي ازرار زي اللايك والديسلايك والسبسكرايب. ومين اللي بيعمل الحاجات دي كلها؟ الفرونت اند ديفلوبر. كل الحاجات التانية اللي انت بتشوفها زي السيرش او القائمة الرئيسية او القائمة الجانبية او القنوات اللي انت مشترك فيها او الاشتراكات او الشورتس او الحاجات دي كلها، كل اللي بيعملها ده الفرونت اند ديفلوبر. وكمان شكل التعليقات والازرار والحاجات اللي انت بتشوفها كلها في اليوتيوب، اي حاجة بتشوفها انت كيوزر فدي حاجة اسمها الواجهة الامامية او الفرونت اند. الواجهة الامامية اللي الفرونت اند ديفلوبر هو المسؤول عنها. طيب سؤال مهم، انا دلوقتي عايز اعرف لما ببحث عن حاجه بتجيلي ازاي. دلوقتي انت دخلت في سكه الاي بي اي، وان الفرونت اند يتعامل مع الباك اند بحاجه اسمها الاي بي اي، لان الفرونت اند بيرتبط بحاجه اسمها الباك اند وبيشتغلوا مع بعض بحاجه اسمها الاي بي اي. ولو مش عارف ايه الاي بي اي ده هنشرحه في الفيديو الجاي، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الاشعارات الجديده. انا دلوقتي هبحث، انا كيوزر هبحث عن كلمه شفره بلس. فايه البروسيس اللي هتتم دلوقتي؟ الفرونت اند هيبدا يتواصل مع الباك اند في حاجه اسمها الاي بي اي، فيبدا يقول له والله خد ابحث لي عن الاسم ده. يعني انا دلوقتي كتبت شفره بلس، الفرونت اند بيبعت ريكويست للباك اند يقول له شوف لي الكلمه دي موجوده عندك ولا لا. فيبدا ان الباك اند يدور 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 ويبدا ان هو يطلع لك الحاجه دي. يعني والله دلوقتي شفر بلس قناه وفيها فيديوهات وفيها مش عارف ايه، فيبدا ان هو يطلع لي الاسم بالقناه بكل حاجه بالعنوان باخر كام فيديو، ويقول له خد والله ده اللي لقيته، ويبدا ان هو يعرضه للفرونت اند. فايه الخطوات اللي حصلت بالظبط؟ الفرونت اند اخد الكلمه دي اللي هي شفره بلس وبعت ريكويست للباك اند عن طريق الاي بي اي. الباك اند بالظبط استقبل الطلب، راح يشوفه في قاعدة البيانات او السيستم بتاعه ايه الفيديوهات او القنوات المتعلقة بنفس الاسم، ورجع يرد عليه بريسبونس في النتائج. الفرونت اند استلم النتائج دي وبدأ يعرض النتيجة اللي فيها القناة والفيديوهات اللي بتتكلم عنها، القناة بالاسم والعنوان والصورة واخر كام فيديو. نفس القصة بتحصل لما بتدوس على زرار السبسكرايب او تعمل لايك او ديسلايك وتفتح قائمة الفيديوهات المقترحة. كل ده الفرونت اند بيتكلم مع الباك اند عن طريق الاي بي اي. وفي فيديو ان شاء الله هنشرحه عن الاي بي اي، فيديو تفصيلي هينزل، فانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تبدأ ان انت تجيلك كل الفيديوهات وتستنى الجديد بإذن الله. طيب الفرونت اند بيستخدم ايه عشان يعمل كل ده؟ دلوقتي هو بيستخدم ثلاث حاجات: HTML CSS جافا سكريبت. ال HTML عشان يبني الهيكل الاساسي بتاع الموقع، وال CSS عشان يضيف التصميم والالوان، والجافا سكريبت عشان ان هو يضيف التفاعل والحركة بتاعة الموقع. وكمان في حاجة اسمها فريم ورك زي رياكت وانجلر وفيو.
ودي اللي بتخلي الشغل اسهل واسرع. وكمان وهنا ممكن نلمح لحاجه صغيره، الفرونت اند بيرتبط بحاجه اسمها اليو اي واليو اكس عشان يبدا ان هو يخلي تجربه المستخدم اسهل واسرع. كده انت عرفت كل حاجه عن الفرونت اند. تعال نشوف الباك اند، الواجهه الخلفيه. نيجي بقى للباك اند. دلوقتي الباك اند ده بيعمل ايه وايه اهميته؟ الباك اند اول حاجه بيعملها ان هو بيعالج الطلبات، زي لما تيجي تعمل لوجن او ترفع صوره. تاني حاجه اداره قاعده البيانات، زي التخزين او التعديل او جلب البيانات. تالت حاجه التاكد من الصلاحيات، يعني يتاكد مين اللي له حق ان هو يشوف كذا، مين اللي له حق ان هو يشوف قاعده البيانات، مين اللي له حق ان هو يدخل مثلا يبقى الادمن بتاع الموقع ويشوف كل حاجه بتحصل جوه. رابع حاجة التكامل مع خدمات تانية زي الدفع اونلاين او ارسال ايميلات. تعال نفهم اكتر من مثال اليوتيوب. انت دلوقتي كتبت مثلا في السيرش شفرة بلس وضغطت انتر، اول حاجة بتحصل الفرونت اند كده بعت طلب للباك اند. هنا السيرفر استقبل الطلب، السيرفر بيروح يكلم قاعدة البيانات اللي هي الداتابيز ويسألها عندك قناة اسمها شفرة بلس او لها علاقة بالاسم ده. الداتابيز تروح رده وقايله له تصدق والله عندك قناة بتاعت محمد القاضي، خد والله ما انا حرمك من حاجة، خد روق على نفسك. قاعدة البيانات ترجع له النتائج وتقول له القناة بكل تفاصيلها بالاسم والصورة وآخر كام فيديو وبأرقام الفيديوهات. دلوقتي الباك اند بيجهز البيانات دي في شكل مناسب ويبعتها تاني للفرونت اند. الفرونت اند بيعرض لك النتائج في الصفحة بشكل مرتب. فتعالى نفهم ايه اللي حصل لما رجعت له النتائج. دلوقتي الباك اند بيجهز البيانات دي بشكل مناسب ويبعتها تاني للفرونت اند ويقول له خد اعرض يا معلم. نفس السيناريو بيتكرر في حاجات كتير. لما تدوس اشتراك مثلا، الفرونت اند بيبعت امر لليوزر يقول له الراجل ده عمل سبسكرايب، فالباك اند يروح يخزن المعلومات في قاعدة البيانات وبعدين يرجع تاني للفرونت اند يقول له تمام زرار الاشتراك بقى متفعل وكله تمام، والراجل ده بقى واحد مننا ومش هيخرج من العيلة خلاص. نفس الحكاية لما تعمل لايك او ديسلايك، السيرفر بيحدث العدد في قاعدة البيانات ويرجع لك النتيجة الجديدة. حتى التعليقات، تكتب كومنت وتضغط نشر، السيرفر بيخزن الكومنت في قاعدة البيانات وبعدين يبعت نسخة منه للفرونت اند عشان يبان قدامه في ثواني. وكده نكون فهمنا ان الباك اند هو المخ والمنطق اللي ورا كل العمليات دي. بيتعامل مع الداتابيز ويتاكد ان كل حاجه صح وماشيه تمام، ويبدا يبعتها للفرونت اند بحاجه اسمها الاي بي اي، ويبدا الفرونت اند يعرض ليها في الشكل اللي قدامك ده. طيب الباك اند بيستخدم لغات ايه عشان يعمل ده كله؟ بيستخدم لغات زي البي اتش بي والبايثون والجافا والنوت جي اس، وبيتعامل مع قواعد بيانات زي الماي سيكوال والمونجو دي بي والبوستجر سيكوال. من غير الفرونت اند الموقع مجرد داتا مخزنه مش شايفها، ومن غير باك اند الموقع مجرد شكل فاضي من غير اي تفاعل. الاتنين لازم يكملوا بعض عشان يطلع موقع او تطبيق متكامل. وبس كده انا خلصت. اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو ده مع الناس المحتاره تدخل فرونت اند ولا باك اند، وتبدا ان انت تدخل الكوميونتي عندنا انستجرام بقى وتليجرام وكل حاجه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.